بعد هنشير الشعال والي سليانة ووالي القصرين يتحركون في زيارات فجئية، وقيس سعيد يؤكد على هذه الأمور الهامة. عاجل اشتعال معدات فلاحية بضيعة الشعال بعد أيام قليلة من الزيارة الفجئية لرئيس الجمهورية. حريق بمستودع يأتي على جرارين في هنشير الشعال، وإليكم التفاصيل. بعد الزيارة الفجئية التي قام بها والي القصرين إلى كل من ضيعتي مبروكة والرياض، والي سليانة يتحرك ويؤدي زيارة غير معلنة إلى كل من المركب الفلاحي الأخماس والرملية بمعتمدية سليانة الجنوبية. فهل سيتحرك بقية الولاة بمثل هذه الزيارات الفجئية؟ هنا والي القصرين على خطى الرئيس قيس سعيد خلال زيارة غير معلنة قام بها إلى المركب الفلاحي الخضراء 1 بسبيتلة. تنقل السيد الوالي إلى ضيعة الرياض وضيعة مبروكة، أين اطلع على سير العمل بالإدارة وعاين المعدات الفلاحية ووضعية الأشجار والمواد العلفية وقطيع الأغنام وملفات تبتيت منتوجات أشجار الزيتون. ولاحظ السيد الوالي عدم العناية بالمغروسات وخاصة أشجار الزيتون التي أصبحت تعاني من التيبس، إضافة إلى تيبس أشجار اللوز والفستق، مما أثر سلبا على إنتاج الفستق، حيث قدر إنتاج 35 هكتار من الفستق بحوالي 17 كيلوغرام، وفق ما أكده مدير المركب، إلى جانب الإهمال المفرط لمختلف مكونات الضيعات، منها تيبس أكثر من 5000 شجرة لوز من جملة ما يقارب 10,000 شجرة. كما أنه لم تقع إعادة هيكلة الضيعة المذكورة منذ استرجاعها من المستثمر الذي كان يستغلها منذ سنة 2018، ولم يقع بيع المعدات المعقولة. وبناء على ما تقدم سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعادة الهيكلة من جديد وتحميل المسؤولية للمخالفين. وقد أشرف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي، وأكد في بداية هذا الاجتماع أن الواجب الوطني المقدس يقتضي اليوم مواصلة الحرب على الفساد، وليس أمامنا سوى الانتصار. كما شدد رئيس الدولة على أن انتظارات الشعب التونسي كبيرة، ولا بد من العمل بسرعة قصوى على تحقيقها وتجسيدها بفكر جديد وبمفاهيم جديدة تقطع نهائيا مع الماضي، مؤكدا على أن اللوبيات التي بدأت تتحرك هذه الأيام وامتداداتها داخل عدد غير قليل من الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يقتضي الواجب المقدس تفكيكها ومحاسبتها ومحاسبة كل من ينفذ مخططاتها. وأشار رئيس الجمهورية في هذا الإطار إلى ما حصل مؤخرا في الخطوط الجوية التونسية، وهو أمر يرتقي إلى مستوى الجريمة يتحمل مسؤوليتها لا فقط من قاموا بالتنفيذ، ولكن أيضا من خططوا لها ولغيرها في عدد من المرافق العمومية. كما تناول المجلس درس غلاء الأسعار وضرورة محاسبة المحتكرين والمضاربين. وأكد رئيس الجمهورية في هذا الإطار على أن عملية المراقبة التي تمت في وقت من الأوقات لم تكن ناجحة، وتم التركيز على صغار التجار وغض الطرف عن كبار المحتكرين. كما أن أسواق الجملة توجد إلى جانبها أسواق جملة موازية تسيطر على ما هو ظاهر وما هو مخفي في المسالك التي تعرف بمسالك التوزيع. وشدد رئيس الجمهورية على أن قوت الشعب التونسي خط أحمر، والمسؤولية الوطنية تقتضي تفكيك هذه المسالك والشبكات ومحاسبة كل طرف فيها.